الجون وضيع، الا ان برضو الاخطاء الدفاعيه في التمركز خلت الزمالك احرز هدفين في دقيقتين وخلص الجيم على كده. الشوط الثاني المساحات الخياليه اللي كانت موجوده في نص الملعب لنادي الزمالك عملوا حوالي اكتر من مثلا اقول لحضرتك ايه بس من اجل 10 12 هجمه مرتده على نادي المقاولين العرب. المقاولين العرب فتح الجيم خالص الشوط الثاني، لكن الشوط الثاني يستحق نادي الزمالك اللي هو يفوز بالمباراه. كابتن طارق، كيف تعامل ماكلش النهارده مع اللقاء؟ هل تعامل بشكل جيد والمباراه ابتسمت له انه يطلع الشوط الاول بهدفين مقابل لا شيء سهل جدا من ممرته الشوط الثاني؟ اكيد يعني كلام حضرتك صح يا كابتن شوبير، ويمكن الجونين اللي جم في اخر الشوط الاولاني في اعتقادي الشخصي ان هم يدوا الفرق الكبير جدا لنادي الزمالك في السيطره والحاله النفسيه حتى اللي كان عليها نادي الزمالك الشوط الثاني. ولكن اللي يعيب على نادي الزمالك انه ما استغلش الفرص زي ما قال كابتن علاء، جات له فرص كتير جدا ما استغلهاش، ودي اما نيجي هنتكلم فيها هنتكلم بشكل طبيعي جدا، لان هو ده الفرق، ان انت عايز تقتل مباراه زي مباراه النادي المقاولين النهارده كنت ممكن تجيب 3 و4 و5 وتطلع مدي ثقه كبيره جدا للمدير الفني وللعيبه. ولكن برضو يمكن انا من وجهه نظري الشخصيه ان المقاولين بدا الشوط الثاني اللي المفروض كان يبدا بيه الشوط الاولاني. يعني تشكيله نادي المقاولين اللي بدا اللي غير بيها عوده الشوط الثاني، خاصه ان هو كان عنده غيابات في نص الملعب زي ما قال عوده في المؤتمر الصحفي، ان عنده محمد شعبان وعنده رامي عادل، حتى رامي مساك كان بيستغله في نص الملعب يا كابتن شوبير عشان يقفل بيه نص الملعب. ولكن اللي عمله عوده النهارده في بدايه المباراه هو حتى قال جمله، يعني قال لك ايه؟ قال لك المباراه كانت بالنسبه لي 3 نقط ضايعين، اللي بيلعب الاهلي والزمالك بيبقى 3 نقط ضايعين، فهو حب ان هو يجازف بشكل كبير جدا ولا صابت لا خابت، يعني لا جاء لعب باحمد علي ولعب بمحمد فضل وقدر ان هو يجيب جون يكهرب المباراه. ولكن في اعتقاد الشخصي ان كانت الحسبه في البدايه كانت خطا، وهو صلح في الشوط الثاني، وكان الشوط الثاني المقاولين كان مسيطر بنسبه الناحيه الدفاعيه بالنسبه له. طيب هناخد لقاء احمد علي وارجع تاني للكابتن اسلام، وسؤالي ليك، هل الزمالك